ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده بيتكلم عن انواع الهايلايترز. اللي قدامكم دي يعني مجنونه هايلايترز. انا بحب الهايلايترز جدا لانه بحس انه لما الميك اب بيتحط فيه هايلايترز تحس ان انت وشك فعلا فوتوشوب، يعني بالذات بيبان اكتر لما تصوري في الصور، بالذات بيبان ان انت وشك فعلا معمول له ريتاتشنج، فمش بتحتاجي او كده توزيع الاضاءه بيبقى مظبوط وكده. فذاتس واي انا بحب الهايلايترز جدا وبحب اجرب دايما انواع جديده. فلما سيفورا على طول بتنزل انواع جديده بعمل اوردر اونلاين وبحب اجرب وكده. انا عندي يعني مجموعه هايلايترز قد كده، فانا عايزه اوريكم الهايلايترز اللي عندي واقولك خلاصه تجربتي في الهايلايترز واقولك ايه الهايلايتر اللي تريحي دماغك وتشتريه على طول عشان هيبقى الايفكت بتاعه حلو. فيلا بينا نبتدي. بالنسبه لانواع الهايلايترز في نوعين من الهايلايترز. في نوع بيبقى انواع اللي هي الخفيفه، ودي اللي الناس بتستخدمها الصبح وانتي نازله، بتبقى اللي هو بيبقى درجه كده خفيفه قوي مش باينه قوي، فالناس لما تيجي تكلمك بتبقى مش يعني حاسه ان انتي شكل وشك بقى احلى، بس هما مش فاهمين انتي حاطه ايه. وفي انواع من الهايلايترز البيجمنت بتاعها بيبقى عالي قوي، فبالتالي لما بتحطيها يعني ينصح ان انت تحطيها بالليل عشان تبقى يعني تو ماتش بقى جليترنج ويبقى بلايندنج للناس اللي قدامك يعني. فعايزه اقول لكم الانواع الخفيفه والانواع التقيله. تمام؟ طيب بالنسبه لانواعه كده، اول نوع يعني انا بحب استخدمه جدا، هو اشتهر في الفتره الاخيره، اللي هو سليكر. الدرجه دي يعني الباليت دي فيها كذا درجه من الهايلايترز وكده، بس هي فعلا حلوه قوي وفعلا بتستخدم بالليل لان هي فعلا بلايندنج قوي. يعني شوفوا اعملوا سيرش على نيكي توتوريالز او اليوتيوبرز اللي هم معروفين، هتلاقوا ان هم دايما بيحبوا يستخدموا الهايلايتر دي وهي حلوه قوي. في هايلايتر تانية ماريلو، انا مش بحبها بصراحه لانه هي معروفه تمام، بس انا فعلا حاسه ان هي الهايلايتر بتاعها خفيف وفي نسبه باودر، فمعرفش يعني معرفش ايه مشكلتها، او يعني او جايز يكون هي نفسها فيها مشكله عندي، معرفش، بس انا من الهايلايترز اللي هي مش عجباني خالص. في برضو هايلايتر اللي هو اللي موجود في نيكد فلاجد، اللي هو ده، بحس ان هو الايفكت بتاعه زي سليكت بس اقل شويه، يعني سليكت اعلى في البيجمنت ان هو بيلمع قوي يعني. في برضه من الباليتات الحلوه اللي هي بتاعت كارلي بايبل، هي باليت اصلا كلها هايلايتر، يعني كل درجات الهايلايتر فيها، وفعلا فعلا مفيش هايلايتر فيه وحش، فكلهم حلوين وفي منها درجات بستخدمها للصبح وفي درجات بالليل. فدي من الباليتس الحلوه قوي اللي يعني ممكن تفكري تشتريها. في بقى يعني احسن انواع الهايلايتر اللي انا بجد بجد بحبها جدا، يعني يمكن دي بالنسبه لي من وجهه نظري احلى نوع هايلايتر، اللي هو واتساب هايلايتر من بتاع بينفيت. انا عندي يعني الترافل سايز الصغير، هاتي انتي الكبير، بس هو فعلا حلو قوي قوي بجد. يعني لما بحطه في الميك اب سواء بالليل او الصبح بيبقى فعلا يعني لا تو ماتش ولا في نفس الوقت خفيف قوي، اللي هو مظبوط قوي، فاللي هو يعني انا عاجبني جدا. وفي برضو اللي هو لانكوم، في برضو هايلايتر اللي هو لانكوم، هو حلو بس مشكلته ان هو خفيف، فممكن بستخدمه الصبح بيبقى حلو قوي، لكن بالليل بلاش تستخدميه. في نوع تاني من الهايلايتر اسمه اور جلاس، هو يعني اولا مش عاجبني بصراحه، يعني لو في حد عاجبه يا ريت يقولي، بس هو مش عاجبني لان هو خفيف وفي نسبه باودر بيضه، فبحس ان هو لما بيتحط لا في حاجه غلط. فانا هعمل لكم سواتشز ليهم على ايدي عشان تشوفوا اللي انا اقصده يعني، بس يمكن من الهايلايترز اللي ما عجبتنيش خالص. واخر حاجه هايلايتر بيكا، من يعني الهايلايترز الحلوه قوي والمشهوره جدا، بس هما لو قالوا لي يعني ايه احسن نوع، لا احسن نوع بجد جربته هو البينفيت، اللي هو واتساب من بينفيت، ده احلى انواع الهايلايترز. وبعدين بعديه بقى ممكن سليكت برضو حلو، ممكن بعد كده بيكا برضو حلو قوي، والباقي بقى يعني الباقي بقى يجي بعديهم يعني، فاهمه؟ بس فهي دي احلى انواع الهايلايترز يعني.
اكون يعني افدتكم في القصه دي، وشوفوا بقى حوار الهايلايتر ده، بس هو مهم لازم تجيبي يعني. بس فاشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.